لسه فاكر اول ليله رجعت فيها البيت بالتوأم بتاعي. مراتي تعبانه وانا وهي متلخبطين، الكائنات دي هنتصرف معاها ازاي؟ وعمالين نفكر، طيب نرجع على بيتنا هيكون اكثر استقرارا لينا، بس مش هتقدر تعمل حاجتها لوحدها، ولا نروح عند ماما وهترتاح ولا مش هترتاح؟ طب نروح عند مامتها، انا هرتاح ولا مش هرتاح؟ طب هي الرضاعه دي بتتعمل ازاي؟ يعني احنا مش فاهمين، يعني ما كناش عارفين الكائن ده نعرف بيجوع ازاي، بطنه تعبانه ازاي، هو لما بيعيط ده معناه انه عاوز ايه. يمكن دلوقتي وانت بتسمعني بتضحك عليا لانك عديت بنفس التجربه وكان عندك نفس التساؤلات، او بتتخيل ان اللي جاي مش احسن زي تامر حسني ما كان بيقول. طيب بيني وبينك السؤال دلوقتي، ازاي بيتحول الاب في السنه الاولى من مجرد راجل لاب بجد؟ لانه البدايه دي بتبقى مربكه جدا. اول سؤال بيجي في بالك اول ما بتحط مفتاح في البيت، وبعدين ده مفيش مانيوال للكائن ده، يعني ما عندناش جايدنس او ما عندناش طريقه نقول ايه بيحصل فنتصرف ازاي. دي تجربه فرديه. في دراسه اتعملت في 2009 بتقول انه معظم الاباء وصفوا الرجوع من المستشفى انه اول مواجهه مع حقيقه المسؤوليه الكامله اني بقيت اب. لانه في المستشفى بيكون في نظام طبي كامل، دكاتره، ممرضات، اهل جايين علشان يباركوا ويشوفوا الام ويشوفوا الرضيع، فالاب بيكون دوره في اللحظه دي مهمش الى حد ما، وبيحس انه في نظام امن بيخلي القلق والتوتر بتاعه اقل. بيكون مشارك لكن ما هواش المسؤول الوحيد، او زي ما بنقول على المسرح الكل بيركز على الام والطفل والحاله الطبيه للجنين، والاب مستخبي لوحده. طيب اول ما الاب بيبدا يوصل للبيت، هنا السبوت لايت بيتسلط عليه وبيكون في مواجهه مباشره. دلوقتي مفيش دكاتره، مفيش ممرضات، وكمان مفيش مانيوال، والبتاع الصغير ده بقى مسؤوليتك 24 على 24. وهنا ممكن نلاقي في دماغك صوت ممدوح عبد العليم وهو بيقول ما بيعرفش يوقفها، لانه بيظهر ادراك جديد عند الاب. انا مش مجرد زوج واقف جنب مراتي، ده انا بقيت مسؤوليه كامله امام الله عن هذا الكائن الصغير. يا ترى ايه دور الاب في الرعايه؟ سنه 2016 اتعملت دراسات عن انغماس الاب ومشاركته في تربيه الطفل، واللي اكدت ان مشاركه الاب في التربيه في عمر مبكر بتقوي رابطه الطفل طويله المدى مع الاب، يعني اللي هتعمله النهارده هيونسك كمان 20 سنه قدام. كمان اتعملت دراسه عن مشاركه الاب في عمر مبكره في التربيه، ولو انه الولاد اللي ابهاتهم كانوا مندمجين في تربيتهم في عمر مبكر، مشاكلهم السلوكيه كانت اقل في عمر 3 سنوات مقارنه بالاطفال اللي ما حظوش بنفس التجربه. يعني ايه؟ يعني وجودك في عمر مبكر والعلاقه اللي بتعملها مع ابنك في عمر مبكر قادره على انها تغير من سلوكه بعد 3 سنين من اللحظه دي. طيب كتير مننا بيسال طب ايه المتوقع من الاب؟ لانه في ادوار كتير. متوقع من الاب من بعد الولاده او اول ما يرجع البيت انه يشارك في العنايه اليوميه للطفل. هنغير الحفاض، هنحمي البيبي، هنهديه لما يعيط، لانه هذه المشاركه بتزود هرمون الاوكسيتوسين اللي بيعمل بوندنج او بيعمل ترابط وجداني بين الاب والطفل زيه زي الام بالظبط. تاني حاجه متوقعه من الاب الدعم العاطفي للام، يعني مش بس يساعد الطفل لكن كمان محتاج يحتوي شريكه حياته بعد الولاده، والدراسات اكدت انه هذا الدعم بيقلل من خطر اكتئاب ما بعد الولاده. طيب تالت حاجه التنظيم بتاع الروتين الاسري، يعني النوم هيبقى الساعه كام، الاكل هيبقى الساعه كام، التطعيمات يا ست الكل بتحصل امتى، مش هتبقى دورك لوحدك، لان وجود الاب بيخفف الضغط عن الام وبيخلي البيئه اكثر استقرارا لانها بتحس انه في راجل تتسند عليه. 4 التاثير طويل المدى على النمو النفسي للطفل، بمعنى انه الاطفال اللي عندهم اباء مشاركين بفاعليه في حياتهم مهاراتهم الاجتماعيه والتواصل بتاعهم بيكون افضل، تقديرهم لذاتهم بيكون اعلى، ومعدلات انه تكون سلوكياتهم السلبيه اقل. وبكده نبقى قلنا ايه الادوار المتوقعه من الاب.
السنة الأولى بيكون في تحديات كتيرة للأبهات زي الإرهاق وقلة النوم، لأنه الطفل مواعيد نومه بتكون غير منضبطة، يعني ممكن يصحى بالليل وينام الصبح، ولو انت واقف جنب ست مراتك فانت هتبقى برضه بتصحى بالليل وتنام الصبح، فالحرمان من النوم ده ممكن يؤثر على المزاج ويعمل ضعف تركيز. في دراسة اتعملت سنة 2020 بتقول انه حرمان الأبهات من النوم بيزيد من فرص الاكتئاب عند الآباء الجدد وكمان عند الأمهات ما ننساش. طيب النسبة بتزيد قد ايه؟ النسبة بتزيد حوالي 30%، يعني مشاركتك في دورك كأب احتمال تؤدي إلى الاكتئاب، ولكن في حاجات إيجابية كتير محتاج تعرفها. طيب في تجربتي أنا كان عندي توأم، فكانت علاقتي بولادي مختلفة شوية. اكتشفت إنه ابني الولد بيحب التلامس الجسدي، فكانت كل محاولة إن أنيمه أو أهديه لازم يكون فيها تلامس جسدي، فلازم أنزل التيشيرت وأحطه على صدري. التحدي التاني، نومه كان مختلف عن أخته البنت، هو كان بيصحى بالليل وينام الصبح ونومه كان متقطع، فده معناه إنه أنا لازم أسهر لغاية الصبح ولازم أشيله يبقى ملامس ليا، ولازم أحاول إن نومي المستمر للصبح يبقى متقطع، وبالتالي بنزل الشغل تعبان. فكانت كل محاولة أخش أنيمه فيها بتبقى صعبة جدا. وفاكر في يوم من الأيام ومحدش يعمل زيي، قعدت أزعق وأعيط جنبه وأقول له هو أنت بتعمل معايا كده ليه؟ أنت بتعاند معايا كده ليه؟ ما تسيبني أنام يا أخي. فدي كانت تجربتي مع أول 40 يوم من إني أحاول أنيم ابني. الوقت ده كان فيه مشاعر كتير متناقضة، وأظن إنه معظم الأبهات بيكون عندهم نفس المشاعر دي. حب كائن الجميل اللي طلع ده اللي مولود مني، يعني ده نص الولد ده مني، والإرهاق والإحباط والأفكار بتاعت إن أنا هوازن إزاي من البيت والشغل، ويبقى عندي النظرية بتاعت الرول كونفليكت ثيري أو نظرية صراع الأدوار. يعني أنا أب ومعيل للأسرة وزوج لمراتي، تمام، وابن لأمي وأبويا، وأفضل قاعد دلوقتي أوازن الأدوار دي إزاي؟ يعني هروح الشغل وأبقى كفء وقادر أجيب فلوس، لأن أنا محتاج في ضغطة المصاريف دي يبقى معايا فلوس. طب ولو أنا سبت البيت، مين هيساعد زوجتي في البيت؟ طب ما هي هتحس بالوحدة. طب أنا محتاج كمان أتصل على أمي وأبويا أطمن عليهم. كل الأدوار دي بتكون مربكة. فيمكن أكون عندي فضول أعرف أنت شايف نفسك فين في المعادلة دي دلوقتي؟ العلاقة مع الأم أحيانا في السنة الأولى بتتوتر، لأنه التعب والضغط بيزيد على الزوجين، فالخناق والجفا بيزيد. والحل دايما بيكون إن احنا نتعامل على إننا فريق مش متنافسين. في دراسة اتعملت سنة 2017 بتؤكد إنه الأزواج اللي اتفقوا على تقسيم المهام التوتر والقلق عندهم قل بنسبة 40%. والارتباط بالطفل تحسن. طيب الارتباط بالطفل ده بيتحسن ازاي؟ عن طريق الأحضان، عن طريق حتى اني اكلمه وهو مش فاهم، عن طريق ان انا ابقى بلمسه. والابحاث اكدت انه صوت الاب قادر على انه يهدي الطفل زي صوت الام بالظبط. يعني يا استاذ لازم تكلم ابنك زي مراتك بالظبط. سنة أولى أبوة دي ممكن تبقى أصعب سنة، بس الأكيد إنها أجمل سنة، لأن الأبوة هتتبني من التفاصيل الصغيرة. الرضعة اللي خلتك تقوم بالليل، الحضن اللي بعد عياط طويل، الكلمة البسيطة اللي هتسمعه لما يقول بابا أو ماما بتفرق معاك. سؤال الحلقة اللي هسأله لكم دلوقتي، إيه أصعب موقف عديت بيه في سنة أولى أبوة سواء مع ولدك أو بنتك؟ يا ريت تبعتوا لنا الريلز بتاعتكم هنشاركها، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، شير وسبسكرايب.